اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قاعدين ومكسلين وعاوزين تعملوا أي حاجة حلوة للولاد، تعالوا مع بعض نعملوا حلا كده سهل وسريع ومكونات سهلة وموجودة في أي بيت. تمام. هعمل لكم بقى ايه. معانا 2 حبة كيوي، اقشرها واقطعها بالشكل ده. معايا تفاحية كمان، اقطعها برضو بالطريقة ديت مكعبات صغيرة كده. تمام. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، واحلى حلا بقى جامد جدا. وطبعا 4 5 حبايات فراولة كده، طبعا انا بعمل من فاكهة الموسم. تمام. موزاية قطعتها كده، قطعنا الفواكه بتاعتنا. هجيب بقى القالب، اي قالب بقى انت حباه، او صينية. تمام. نقطتين زيت كده ودهنت الصينية بالشكل ده. ابدأ بقى ان انا اوزع الفواكه بتاعتي بطريقة عشوائية كده بالشكل ده. الطريقة دي طريقتها سهلة جدا، مفيش اسهل من كده بقى، والشكل النهاية روعة. تابع معايا الطريقة للاخر، وان كنت وصلت لحد كده شجعيني واديني لايك. هجيب بقى برتقانتين بالشكل ده. هبدأ بقى ان انا اعصرهم كويس جدا، لان انا عاوزة حوالي 3 اكواب عصير برتقان فريش طبيعي كده. اعصره بقى بالعصارة اليدوية ديت، جامدة جدا العصارة ديت، بتعملي البرتقان فريش كده على السريع. تمام. حلوة جدا. تمام كده. اجيب بقى الحلة اللي هحطها على البوتاجاز. لو مش موجود عصير البرتقان ممكن تستبدليه بتانج. حطيت عليه 5 معالق كبيرة سكر، و5 معالق نشا. النشا قد السكر. تمام. اقلبهم بقى كده، احطهم ارفعهم على النار واحطهم كده، واقلب بقى كويس جدا بالشكل ده. وبعد ما القوام يتقل معايا حطيت قطعة زبدة او معلقة زبدة كبيرة. تمام. خليت قوامها زي كريمي كده، جميلة تحفة جدا. ارفعها بقى من على النار وهفضيها بقى فوق الفواكه بتاعتنا الجامدة دي. تمام. 100 100 كده، حلوة جدا. حطيتها بقى في جنب كده لحد ما بردت، وحطيتها في التلاجة لمدة ساعتين 3، وأقدمها بقى. واو، تحفة وجامدة جدا وطعمها خرافي، حاجة كده حالة كده على السريع، مش هتاخد معانا وقت. وطبعا ما خدتش فواكه كتير، يعني من بواقي التلاجة. وعملنا احلى حلا ممكن تاكل، وبعدين الولاد هتنبسط منه جدا، وفي قيمة فوائد غذائية قيمة وجميلة جدا. ما تنسنيش بقى بدعوة حلوة ما تعملي الطريقة وتجربيها. ما تنسنيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد. واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.